كل السادة المشاهدين في قناة الناس والرياضة. معانا النهاردة أحد الشباب الرياضيين المعتزلين، هنعرف رأيه في ماتش الديربي بين الأهلي والزمالك النهاردة. نتعرف باسم حضرتك. باشا فاول يا جدعان. فاول ايه؟ انا شايفها بعيني فاول مجالون. يا عم مجالون يا ريس، ركز هنا، احنا على الهوا، احنا في لقاء صحفي. هو الزتاير يعني ولا طاير ايه مع حضرتك؟ يعني انا حضرتك طلع على الهوا. انا فارس سمير من قناه الناس والرياضه. تمام، احنا بنعمل مع حضرتك لقاء، فيا ريت تركز معانا بعد اذنك. يا ريت. استاذ عمرو اديب اهو. عمرو اديب ايه؟ طاير ايه يا باشا؟ ركز معايا بعد اذنك. لا دلوقتي استنى عشان فاصل نتكلم. يا عم فاصل ايه؟ ركز معايا بعد اذنك. هناخد رايك في ماتش الديربي بين الاهلي والزمالك، والتقرير هيروح للقناه. تمام؟ ما اخدتش فلوس لسه. معلش هنديك فلوس، بس بعد اذنك ركز معايا. تمام. دلوقتي حضرتك انت بتشجع نادي ايه؟ هل انت اهلاوي ام زملكاوي؟ بتشجع ايه؟ بشجع الشرير الدخان. بتشجع ايه يا باشا؟ الشرير الدخان. شريان الدخان؟ اشمعنى شريان الدخان يعني؟ سجايرها حلوه. سجاير ايه؟ سالكه. يا عم بعد اذنك، انا بتكلم في الملعب. يعني ايه رايك في اللعيبه، في الاداره، في والله بص انا ما بدخنش في الملعب. دخلش في الملعب ايه عشان لازم تسالني يا باشا؟ بعد اذنك ركز معايا يا باشا. انت ايه اللي خلاك مثلا تشجع لعيبه الشرقيه للدخان؟ فايه؟ العيال صدرها واسع، صدرها حلو لما صلى يا عم صدر ايه وورك ايه يا باشا؟ ركز معايا يا باشا بعد اذنك. هننهي موضوع الشرقيه للدخان ده. تمام، هتوجه رساله اللي انت عايزه، بعد كده ننقل على الماتش بتاع النهارده. تمام. طيب ايه راي حضرتك؟ يعني عايز توجه رساله، ايه الرساله اللي عايز توجهها لنادي شرقيه للدخان باشا؟ يا استاذ عمرو. يا عم استاذ عمرو ايه؟ ركز معايا انا هنا. ده عمرو يوسف التاني. عمرو يوسف إيه؟ يا عم انت ايه اللي انتوا جايبينه يا جماعه؟ ايه اللي انتوا جايبينه ده يا جماعه؟ دلوقتي ايه الرساله اللي عايز توجهها للشرقيه للدخان؟ خف علينا شويه يا جدعان، السجاير غليت قوي. يا عم ما تركز معايا، تعالى هنا ركز معايا يا باشا بعد اذنك. خلينا في الملعب باشا، مش بنقول حاجه. ركز في الملعب بعد اذنك. ملعب ايه؟ ركز في الكلام في الكوره يعني، خليك معايا. تمام. يلا بينا تاني. ايه راي حضرتك في مستر كولر باشا؟ انا مركز في الملعب ولا اتكلم؟ يا عم ركز معايا. حلوه كده، ما لا تركز في الملعب ولا ماشي. ركز معايا. ماشي. ايه راي حضرتك في مستر كولر باشا؟ انا مركز معاك اهو. يا دي النيله يا باشا بعد اذنك. حضرتك عايزني اجاوب؟ ايوه جاوب. تمام. ماشي. ايه راي حضرتك في مستر كولر؟ مع راجل جدع محترم، صاحب صاحبه. ما شفتوش صراحه بيطلع منه لعيبه اللي ما فهمش كلامه، فاكيد ما بيعيبش. انت بتقول ايه يا ريس؟ بتقول ايه؟ ما انا بقول لك في الفنيات والتكنيك بتاع الكوره يا باشا. في الحاجات ديت انا ما بشربهاش. ما بتشربش ايه؟ ما بتشربش إيه؟ خلاص خلينا في اللعيبه. تمام، خلينا في اللعيبه. ماشي يا ريت. يلا يعني هنعيد تاني السؤال بس باللعيبه. حلو، ركز معايا بقى. مين هو اللعيب اللي انت شايفه هو يعني لعيب جامد، لعيب خطر، يعني تشوفه كده في الملعب تحس ان هو بياكل معاك باشا؟ ده تسلل ده بقى. تسلل ايه؟ انا شايفها. يا عم ركز معايا يا باشا بعد اذنك. جاوب على الاسئله. انت بتجاوب على اسئله تانية مش عارف انا بتجيبها منين. قول يا بص سؤال. مين اللعيب اللي بتستمتع بيه وتحس ان هو بياكل معاك في الملعب؟ عمرو جبنه. مين عمرو جبنه؟ بستمتع وانا باكله. تاكل ايه؟ جبنه حضرتك يا باشا بعد اذنك. ده مصنع كبير عندنا يا عم باشا بعد اذنك ركز معايا. انت شايف النهارده دور مجدي قفشه في الملعب شايفه ازاي؟ والله مجدي قفشه كان قافش ازاي يعني؟ مش عارف، كان حاسه متزاول كده، مكرب قدام انه بلاقيه قفل وشه كده. طيب ايه رايك في شيكابالا؟ شيكابالا يعني كان من الناس اللي بصراحه الله اكبر عليه، بيقف. لا ما تقفش هنا. بيقف ازاي؟ بيقف في الملعب وقفة راجل وبيحطها. لا بيحط ايه؟ ما توقفش عند الحاجات دي بعدين. بيحط الكورة حضرتك. بس الشناوي كان بيصد. تمام. مش عايز تقول ايه رسالة للجماهير الاهلي بعد فوز النهارده؟ عايز اقول هارد لك للكل. هارد لك ايه؟ بقول لك بعد الفوز بتاع جماهير الاهلي. هارد لك للكل ايه؟ عايز اقول ان دي مش نهاية المطاف، بالعكس انتوا ممكن توصلوا لحاجات كبيرة، بس ما توصلوش لحاجة بعد كده. والسلام عليكم ورحمة الله، واشوفكم غدا بعد الغداء.
شكرا. طيب شكرا لحضرتك، شكرا جدا. وكان معانا الساده المشاهدين كابتن دوكش الرياضي الكبير المحترم وكابتن المنتخب بتاع الشارع هنا في المنطقه، ونراك قريبا. يلا لموا السيتب يا جماعه. شكرا. عايز حاجه يا غالي؟ دي بقى ضربة جزاء.